هي الهدف اللي كنا نسعى إليه بالقضاء على الاستعمار والقضاء على الاستغلال. بيطلع واحد مربي دقنه ويقول لك الاشتراكية كفر. طيب ليه الاشتراكية كفر؟ ده انا باخد العامل اللي انت بتسف دمه بديله حق، الاشتراكية بتديله حق. الفلاح الاشتراكية بتديله حق. الفرص الاشتراكية بتديها لكل الناس. العلاج الاشتراكية بتعالج. الإقطاع الاشتراكية بتقضي على الإقطاع وتحول مجتمع السادة والعبيد إلى مجتمع من السادة. بنقضي على مجتمع العبيد. الاشتراكية إيه؟ الاشتراكية إن أنا أدي للبني آدم إنسانيته وأدي للبني آدم حقه في الحياة. الاشتراكية إيه؟ الاشتراكية معناها إن كل الناس تعمل من أجل مجتمع عزيز، ولكن ما يطلعش عيلة كل واحد فيها ياخد له 170، اللي بياخد له 170 مليون ريال واللي بياخد له 50 مليون ريال واللي بيحطه في البنوك اللي بره. الاشتراكية ايه؟ الاشتراكية ان احنا نقضي على الفقر، نأخذ من اهل الغنى ونعطي لأهل الفقر. ده بالنسبة ليهم كفر. كفر ليه؟ لأن هم أهل الغنى. اللي بيطلع اللي بيقول هذا الكلام يقول لك الاشتراكية ضد الدين، هو أهل الغنى، هو اللي سافف الفلوس وهو اللي واخد الفلوس، هو اللي بياخد ثروة البلد كلها لنفسه. فطبعا عايز أطبق الاشتراكية هيجيب فلوسه يوزعها على الناس. طب هو عبيط هيجيب فلوسه يوزعها على الناس؟ ده هو بيعتقد ان هو من عيلة مميزة، عيلة الأسياد وبقية الناس عبيد. هل ده هو الإسلام؟ هل الإسلام قال ان تكون فيه عيلة تسود والشعب كله عبيد؟ هل الإسلام يقول ان تطلع عيلة في بلد وتحكم حكم إقطاعي وتسف كل الفلوس اللي طالعة كلها بتروح للعيلة والباقي قاعدين مش لاقيين ياكلوا؟ هل الإسلام بيقول إن الشعب يكون كله من العبيد وتكون هناك عيلة مميزة هي اللي تاخد الدخل كله؟ هل الإسلام يقول إن احنا ناخد فلوس المسلمين، ننهب فلوس المسلمين ونسف فلوس المسلمين ونسرق فلوس المسلمين؟ الحقيقة أبو دقن ده أما بيطلع بيتكلم هذا الكلام هو عايز يستغفل الناس وعايز يضحك على الناس، عايز الناس يقولوا له انت امير المؤمنين دقنك طويلة وسافف فلوسنا ونسلم لك بانك تربي دقنك وتسف فلوسنا لان الاسلام بيقول كده. ولكن انا بقول ان الناس مش هيقولوا كده، وزي ما نتفوا دقون الرجعيين كلهم هينتفوا دقن، لان ده سنة الكون، مش انا اللي عملت الكلام ده، ده سنة الكون ودي الطبيعة.
ممكن نستغفل الناس 10 سنين و20 سنة، ولكن هنستغفل الناس على طول؟ بنطلع نقول لهم دي الاشتراكية ضد الدين، هم الناس مغفلين. بنطلع نقول لهم الاشتراكية ضد الدين، والناس طبعا النهاردة كل واحد عنده راديو ترانزستور وبيسمع وبيقول والله الاشتراكية تكافؤ الفرص، الاشتراكية مساواة، مفيش أمير ولا فيش غفير ولا فيش صاحب السمو ولا صاحب الجلالة ولا فيش واحد بدقن وواحد ملوش، ما هياش أبدا مختلفة، عملية كلها مساواة. أدي الاشتراكية. الاشتراكية إزاي تبقى ضد الدين إلا إذا كنتوا يا أصحاب الزقون قايمين تتاجروا بالدين؟ هل الشعب مغفل علشان يقبل وتنطلي عليه التجارة بالدين؟ التجارة بالدين انطلت في وقت من الأوقات، ولكن لا يمكن. الدنيا النهاردة اتغيرت، والدين النهاردة مفهوم. الدين هو المساواة، الدين هو العدالة، والدين هو أن نعطي أموال المسلمين للمسلمين. الدين مش أبدا ناخد أموال المسلمين لواحد وعيلة وعدد من المنتفعين المستغلين. الدين هو العدالة الاجتماعية. اللي عايز يطبق الإسلام، اللي عايز يطبق الإسلام يوزع أموال المسلمين على المسلمين، يوزع أموال المسلمين على المسلمين ويقول أهو ده الدين. بقول له أنت دلوقتي بقيت اشتراكي لأنك بتقيم عدالة اجتماعية وتقيم المساواة بين الناس. اللي عايز يطبق الدين ما يقسمش الشعب إلى عيلة وشعب، عيلة من الأسياد وشعب من العبيد. ده الكفر، ده كفر الرجعية. الرجعية اللي بتحاول إنها تستغل الدين علشان تستغل أموال الناس وتأكل أموال الناس بالسحت. ولكن الناس النهاردة اتنورت